ماتش الاهلي والزمالك يوم 11 مارس، يوم الثلاث الجاي ان شاء الله. عايز اوجه رساله لجمهور الاهلي، رساله مهمه يعني، لان في بعد مباراه الزمالك في مباراه بيراميدز، والترتيبات اللي بتحصل دلوقتي تحت الترابيزه والتوجيه اللي بيحصل للدوري، هيكون في تجاوزات شديده من جمهور الزمالك ضد امام عاشور. وده هم متفقين مع بعض على كده. انا هقعد استفزك، وهيبقى في سب ولعن لامام عاشور واهل امام عاشور وزوجة امام عاشور. هيبقى كم استفزاز شنيع لامام عاشور، علشان جمهور الاهلي يضطر يرد ويشتم، فيقوم الاتحاد يقول لك هوب، ولجنة الانضباط هوب اوقف جمهور الاهلي. يخش ماتش بيراميدز وهو مش معاه حد، يتحرم من جمهوره، يبقى الروست اتساوى. تخش انت وبيراميدز، لا ده عنده جمهور ولا ده عنده جمهور. يمكن بيراميدز كمان يدخل له شوية جمهور كده وأطفال وبتاع، زي ما بنشوف وجبات كنتاكي وشوية أجنحة وبتاع مش عارف إيه، ويلم له شوية يتفرجوا على الماتش. إنما الأهلي هيتحرم من جمهوره. فلازم جمهور الأهلي يراعي النقطة دي، ويكون جمهور ذكي اللي بيروح المدرج يعني. مهما يحصل من استفزاز، ومهما يحصل من شتيمة، ومهما يحصل من سب ولعن للاعب الأهلي، خليك أنت في هدوء تام، لأن ده بيصدر لهم، هم بيتوتروا. انما انت تحافظ على نفسك، لان الماتش اللي بعد مش ده الماتش المهم، الماتش اللي بعده هو الاهم، ماتش بيراميدز. ودي رساله كنت عايز اوضحها، عشان خاطر انا عارف ان امام عاشور هينجر في السكه دي، لو سمع سباب وشتيمه وحاجات من دي، لان برضو لعيب امام عاشور لعيب مزاجي. بس انا عايز اقول له ان انت الستارز هيبقى في ايدك الموضوع. الستارز اللي انت بتلبسه ممكن